أخي توقف لله، فربما ساقك القدر هنا ليصلح الله بك أمرا قد انكسر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأل ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يا أخواني، الإحسان هو أعلى مراتب الدين الثلاث: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهو لب العبادة وذروة سنامها، وينقسم إلى مقامين متدرجين. وأما المقام الأول فهو المشاهدة، يظهر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. يعبد الله ربه وهو مستشعر لقربه ممتلئ القلب بمحبته وتعظيمه. تصبح العبادة في هذا المقام شوقا ورغبة كأنه يرى الله جهرا بقلبه. وأما مقام المراقبة وهو الأدنى، يظهر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يلجأ إليه العبد إذا عجز عن استحضار المقام الأول، يستشعر العبد فيه عين الله التي لا تنام، ويوقن باطلاعه على سره وعلنه. يثمر هذا المقام الخوف والوجل والحياء من المعصية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا